سيجاره عناب عشان الصحصحه. المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق، لم يمس ولن يمس، لم يمس ولن يمس. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 صاغ ده يزيد ثمنه. ايه يا اخي ده؟ حرام عليك يا اخي، ايه الكذب اللي في دمك ده؟ انت عايش بمحلول كذب في دمك؟ مش هو معقول ادي 20 رغيف بثمن سيجاره، ادي 20 رغيف بايه؟ بثمن سيجاره. هات سجاره جرى، بص سجاره جرى. هي مش طابونه اللي عايز حاجه. لا 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 الكلام ده بس يا مزكي هتموتي نفسك يا مزكي. 20 رغيف بثمن سيجاره، الكلام ده لازم يتوقف. دي مشكله كبيره جدا تعرفوها عني، صادق قوي. الله في ده عندك حق. الناس بمجرد ما الدعم بيتفك عن حاجه او يترفع عن حاجه، بنجد ان الناس بتتجاوب، بعض الناس يعني، وتغلي الاسعار. ما حدش بيقول طب يا ترى الاسعار بتبقى غاليه ليه؟ طب ما لازم الاسعار تزيد لان حجم الطلب بيزيد. الاسعار عايزين تسيطروا عليها، الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. الناس مش هتستحمل، ده عايز الاول اغني الناس، اغنيهم. الموضوع بسيط يعني. تيجي تقول له لك والنبي يا فندم، والنبي ما تقول لي كده وسيبني عايش، مش كده؟ لا، يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. ارحم امي العيانه. ما تجيش انت تقول لي ايه الرغيف بقى من النبي ما تقربش منه. لا يا اخي، لا هقرب منه. امال ايه؟ وانا بقولها على الهوا للناس كلها. ليه؟ لان احنا ناس جادين وامناء وشرفاء. انا عامل قصور رئاسيه وهعمل، انا اعمل واعمل. احنا مأمونين، مش مأمونين على نفسنا ان انا اقعد على الكرسي بتاعي ده واستمر. 5 بالحب. يقول لك انا غلبان مش قادر، وانا كمان غلبان مش قادر.